النهاردة هنعمل نوع من أنواع العيش وهو عيش للمدارس أو للفطار الصبح، وهنعمله طبعا ونوفر وقت ومجهود وكمان هنوفر فلوس. وهنعمل من كيلو دقيق الكمية اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا عندنا الوصفة حلوة جدا، ولو جربتوها تعجبكم وهتعملوها باستمرار. هنبتدي الوصفة بتاعتنا، وأنا كالعادة سايبة لكم المقادير في صندوق الوصف. هنجيب هنا كوباية مية كبيرة دافية وعليها ربع كوباية زيت ومعلقة خل وربع معلقة ملح ومعلقة سكر كبيرة، وعندنا كمان معلقة خميرة بيرة أو معلقة خميرة فورية. هنقلب ده كله مع بعض ونسيبه لحد ما يخمر عندنا، ونبدأ نضيفه للدقيق بتاعنا. هنبتدي بتاني وصفة عندنا، وهي زبدة الفول السوداني. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين قد ايه هي بقت غالية دلوقتي، وانا عندي هنا نص كيلو سوداني، وانا هحمصه كويس جدا عشان طبعا تحميصته بتدي طعم احلى وبتطلع كل الزيوت اللي موجودة فيه. هنحط المية اللي عندنا اللي احنا دوبناها مع الخميرة والزيت لحد طبعا ما خمرت، وهنحطها على كيلو دقيق ومعلقتين لبن بودرة ومعلقة بيكنج باودر، وهنبدأ نعجن عجينة عندنا. وطبعا لو احتاجت مية هنضيف لها مية بالتدريج لحد ما توصل عندنا زي ما حضراتكم شايفين. عايزين عجينة تكون بتلزق، يعني لا تكون متماسكة ولا تكون بتلزق أوي، يعني تكون متوسطة. طبعا هنخدمها كويس جدا، ولو ما عندناش عجان نخدمها بايدينا عشان طبعا عندنا العجين او العيش بتاعنا يكون كويس. طبعا سيبناها خمرت، وبعد ما خمرت انا هقطع كيلو عندي لثلاث قطع متساوية زي ما حضراتكم شايفين. هنفرشه على دقيق كتير ونسيبه لحد ما يخمر. هنا كان عندي خمر وانا هبدأ افرده. طبعا هنفرده على قد مقاس الصاج اللي احنا هنشتغل فيه. انا عندي هنا اشتغلت على صاج 60 في 60. طبعا احنا لازم نلتزم ان احنا نعمل الرغيف بتاعنا يكون بالحجم ده. وطبعا لو ما عندناش صاج الفرن ممكن نقدر نشتغل في صينية او في حاجة تانية. هنبدأ نرول الرغيف بتاعنا، وطبعا كل ما لفينا كويس وبرمنا كويس هتطلع معانا النتيجة كويس. هنعمل كده في الثلاث قطع اللي عندنا وهنبرمهم كويس، ونبدأ نقفل الرغيف بتاعنا، وبعد كده نحطه في الصاج اللي هنغرفه. طبعا لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير عشان احنا بنكبر بيكم وليكم. احنا هنا رصينا العيش بتاعنا في الصاج بعد طبعا ما دهناه بزيت ورشة دقيق، وهنسيبه لما يتضاعف حجمه. شايفين حضراتكم قد ايه هو تضاعف حجمه. هنسيبه لما يبقى بالشكل ده، وبعد كده انا عندي معلقتين لبن بودرة مع معلقتين مية هندوبهم مع بعض ونبدأ ندهن بيهم وش الرغيف بتاعنا. وطبعا هنعمل الحكاية دي طبعا هنعملها بخفة عشان التخمير بتاعنا ما يهبطش. انا رشيته هنا سمسم، تقدروا ترشوا على وشه سمسم او تسيبوه سادة زي ما حضراتكم تحبوا. مجهزين الفرن بتاعنا، وطبعا هندخل العيش بتاعنا على فرن سخن يكون سخن قبلها. واول ما ندخل العيش هنقلل الحرارة للنص، وطبعا ناخد بالنا لان هو مش هيغيب معانا. ونحط طبعا الصاج بتاعنا في الرف الوسطاني. تخلوا بالكم جدا لان هو مش هياخد وقت معانا. هنرجع هنا لزبدة الفول السوداني، وطبعا هنعملها في البيت بعد طبعا اسعارها الغالية. وعايزه اقول لكم ان هي في البيت هتكون احسن وهتكون انضف معانا وهتبقى نفس الطعم. هنا انا فرمت السوداني بتاعي، وطبعا انا مستعمله الكبه الكبيره، وتقدروا تعملوا كميه قليله وتعملوها في الكبه الصغيره اللي بنطحن فيها التوابل. هنا كنت ضفت عليها ربع كوباية عسل أسمر، وضفت لها مية بالتدريج عشان تنعم معايا. عايزة أقول لكم إن انتوا طبعا تقدروا تعملوها من غير ما تضيفوا مية، لكن أنا ضفت مية لأن أنا عندي الكمية كبيرة. وطبعا انتوا عارفين إن أنا كل ما هشغل الكبة عندي وافرم السوداني بتاعي واحاول إن أنا أنعمه، فده ممكن يستهلك عندي الكبة بتاعتي أو يبوظها. فانتوا لما هتضيفوا المية تديكوا نفس النتيجة ونفس النعوم. عايزين تنعموها عن كده ممكن تعملوا كمية قليلة. طبعا انا عاملة نص كيلو لاني انا بعبيها عندي في برطمانات وبطلعها على قد الاستعمال بتاعنا. هنا كانت زبدة الفول السوداني بتاعي، وطبعا هي مخرزة عندي شوية، وانا قلت لكم لو عايزين تنعموها تقدروا تقللوا الكمية وتعملوها في الكبة الصغيرة.
هنيجي لتاني وصفة معانا وهي بديل النوتيلا، وعايزة اقول لكم ان انتوا لو عملتوها في البيت هتكون احلى واوفر من بره كتير، وتقدروا تحطوا لها كل الاضافات اللي انتوا عايزينها. عندي هنا مج وانا هعاير بيه الميه، عندي كوبايه ميه وكوبايه سكر وكوبايه كاكاو خام يكون نوع كويس. طبعا هنضربهم مع بعض، وبعد كده هنضيف كوبايه لبن بودره. اول ما هنضيف اللبن بودره هنلاقي عندنا القوام بدأ يتقل. تقدروا تعملوا الخطوه دي في الخلاط تزودوا المقادير بالتدريج. بعد ما القوام عندنا تقيل، عايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا تضيفوا اي حاجه، يعني تحطوا معلقه نسكافيه، تحطوا مكسرات محمصه زي ما انتوا عايزين. هنا طبعا انا ضفت ربع كوبايه زيت، تقدروا تحطوا زيت او زبده او تستغنوا عنها. كانت خلصت معايا وانا هبدأ احطها في العلبة اللي انا هحطها عندي في التلاجة. عايزة اقول لكم ان الكمية دي من الكوباية اللبن والكاكاو واللبن البودرة اللي انتوا شفتوها. وعايزة اقول لكم ان الطعم طبعا تحفة، وحاجة معمولة في البيت بعيد عن الدهون المهدرجة. ده كان العيش بتاعنا بعد ما خرجناه من الفرن، وعايزه اقول لكم ان الريحه والشكل كانت طبعا زي ما حضراتكم شايفين، والنتيجه عندنا كانت هايله. عندنا الرغيف بتاعنا طبعا بعد ما برد، وانا اول ما طلع من الفرن رشيته ببخاخ ميه وحطيت عليه فوطه وسبته لحد ما طبعا برد عندي. بعد ما برد عندي انا طلعت رغيف، وبحب ان انا اقطعه واحمصه في الفرن. شايفين قد ايه شكل العيش، وشايفين المسام بتاعته زي الجاهز بالظبط واحسن. وطبعا المسام بتاعتنا طالعه كده لان انا قلت لكم لازم لما نيجي نرول الرغيف او نبرمه ما نسيبش مسافات، ونحاول نبرمه معانا كويس ونقفله كويس. طبعا عندنا فطار صحي معمول في البيت بمكونات كلها في البيت باقل التكاليف. وعايزه اقول لكم طبعا ان الكميه، كل الكميه دي، يعني احنا عندنا رغيف طوله 60 سنتي، يعني تقدروا تقسموا كل رغيف على 2 او على 3. طبعا هيديكوا كمية مش بطالة. ده غير طبعا ان هو معمول بايديكم. وعايزه اقول لكم ان انتوا لو جربتوه هتعملوا باستمرار، وتقدروا تحتفظوا بيه في الفريزر وتطلعوه في اي وقت. وسهل وسريع، ومش هياخد منكم لا وقت ولا مجهود ولا تكلفة. طبعا الفيديو كان طويل، بس يا رب تكونوا استفدتوا منه، وتقدروا تنفذوا فيه كل الوصفات وتوفروا عليكم وعلى ميزانية البيت، وتعملوا حاجة نظيفة لولادكم. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة ولايك وشير. شكرا لحضرتك.